وهنا هو بالقارب ويريد الذهاب لضفة المجاورة. وهنا وجد السفينة وكان سعيدا جدا. وهنا واجه خنزير بري متوحش، وهنا يريد وضع بلوكات ولكنه سقط، لذلك حاربا بطريقة التقليدية. والآن يضع تحته بلوكات ليصعد فوق سفينة. ولكن لسوء حظه واجه قرشا، لكنه استطاع التغلب عليه. ذلك نوع من القروش اسمه قرش المطرقة، وهو خطير. ستيف في تلك اللحظة خائف، حيث ضربه وكانت الضربة مؤلمة، حيث خسر قلب. وهنا دخل للغرفة التي تحتوي على الكنز، وهو الآن يكسر صندوق، ولكن لم يأخذ الكنز. الآن هو يقول في نفسه: هل أخذه ربما سيغير حياتي، ولأن كسر الصندوق. لكن أخذ إلا قليل لكي لا تحل عليه اللعنة. لكن هذه إلا فيديوهات صورها ستيف، ولم يعد منذ ذلك اليوم. ويقول بعض القرويون إنه أكلته القروش. وآخر ما قاله ستيف هو اشتركوا بقناة، وربما سيعود ستيف إلى الديار. O bonde da Ciclone vai te tacar o caralho. Hoje ela tenta. Mãe de 4 filhos, eu vou estourar tua virilha. Mãe de 4 filhos, eu vou estourar tua virilha. Depois que eu te comi.